السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم معي في فيديو جديد. اليوم غيكون فيديو مختلف تماما عن الفيديوهات السابقه. كنتمنى يعجبكم. فيديو غيكون عباره عن تحدي. بما اننا في نهايه السنه ومازال لنا 61 يوم، نحاول ان شاء الله نحقق فيه اهدافنا ونتحداو راسنا باش نوصلوا للنسخه اللي بغينا باذن الله. الفيديو غيكون عن تجربه شخصيه وعادات غيرت حياتي، وان شاء الله حتى نتوما تغير حياتكم للافضل. المطلوب منا هو حاجة صغيرة كل نهار خاصنا نديروها، وما غتاخدش لنا يعني بزاف ديال الوقت، وغتكون من بين الروتين ديالنا، ولكن العائد ديالها غيكون كبير بزاف. وملي كنقولوا تحدي ففعلا كيكونوا بعض الاضافات كاهداف خاصها تتحقق مع نهايه السنه. وملي كنقولوا اهداف فلازم يكونوا قابله للتحقق، يعني اهداف اللي تكون بسيطه سهله، او العادات اللي بغينا نتبناهم ان شاء الله من نهايه السنه وتبقى لنا كروتين في حياتنا. هاد التحدي هذا كيشمل 4 ديال الجوانب: فيه الجانب الديني، الجانب الصحي، الجانب التعليمي والجانب الشخصي. في كل جانب هنا حنا كنلقاو راسنا اوتوماتيكمون كنخدموا عليه بلا ما كنحسوا، ولكن دابا نحاولوا كل جانب نعطيو حقه ونشوفوا راسنا شنو كنديروا وشنو الحاجات اللي بغينا نتبناو فيهم يعني جداد. بالنسبة للجانب الديني فقبل 15 يوم أنا خديت واحد القرار أنني نبدا نفيق لصلاة الفجر. أنا تنفيق ليها، ولكن بحكم الخدمة والوقت يعني تقريبا بحال الفجر كيأذن مع 6 ديال الصباح، أنا كنفيق مع ديك 7:30، فتنقول خلي حتى 7:30 ونفيق ونصلي بمرة. ولكن خديت قرار أنني نبدا نفيق مع 6 ولا مع 5:30 ونهيئ راسي باش نصلي في الوقت ديالو. وسبحان الله العظيم الفياق بكري كيكون فيه واحد الوقت اللي طويل اللي ممكن تصلي وتنجز فيه بزاف ديال الحاجات، وكتكون فيه البركة. ايوا خلاوها ناس زمان تيقول لك الفياق بكري بالذهب مشري، هادشي ما كنحسوا به حتى كنطبقوه على راسنا. وكذلك الجسم ديالنا كيكون نشيط لانه كيكون خدا الوقت الكافي او النوم الكافي اللي غيحتاج في الليل. ومع الاستمراريه على هذا الفياق بكري سبحان الله العظيم النفسيه والصحه ديال الجسم ديالنا كتبدا كتغير، وكنحسوا بالفرق بزاف سيرتو في النفسيه ديالنا. والحمد لله يعني من صلى الفجر فهو في ذمة الله، سبحان كتكون في الذمة ديال الله سبحانه وتعالى. يعني بعد صلاة الفجر كنديروا أذكار ديال الصباح، كنديروا الدعاء ديالنا، كنديروا امتنان لله سبحانه وتعالى على العطايا اللي عطانا، على الهبة اللي عطانا وعلى الصحة ديالنا. أما بالنسبة للجانب الصحي فأعظم استثمار ممكن نستثمروا فيه هو في الصحة ديالنا. لهذا قررت أنني نحسن طريقة الأكل ديالي، يعني نحاول أن الأكل ديالي تقريبا ما نقولش 100% ولكن غالبا يكون صحي. يعني خاصنا الرياضة اللي هي ضرورية بالنسبة لي أنا، يعني غيرت في صحتي وفي نفسيتي الحمد لله بزاف ديال الحاجات. وبما أنني بديت فيها تقريبا هذه واحد الشهرين دخلت لاصال. أنا بالنسبة ليا في الدار صراحة نتريني، ولكن لاصال حسيت براسي أنني يعني عندي واحد الالتزام، عندي واحد الوقت خاصني ندير فيه ديك الحاجة. فقررت أن ندخل لاصال، والحمد لله يعني نتوما ماشي بالضرورة أنكم تدخلوا لاصال، يعني كل واحد كيمشي على حسب داكشي اللي كيسلكو. فهمتوني؟ يعني سيروا على حسب داكشي اللي نتوما مقتنعين بيه وانتوما اللي قادرين عليه. كما قلت لكم يعني ماشي بالضروره انكم تدخلوا لاصال، ولكن تقدروا تخدموا غير من الدار التمارين اللي غتساعدكم حسب الاحتياج اللي عندكم. والحمد لله يعني انا مازال مستمر عليها، انها كما قلت لكم نفعتني بزاف. وحتى الا بغيتوا تخدموا غير في الدار فنقترح عليكم هاد القنوات صراحه زوينين بزاف بحال تارا بوب فيت. وكاينين بزاف ديال القنوات غنحطهم لكم هنا، يعني القنوات ديالهم تقدروا تدخلوا لهم وتتبعوهم. اما بالنسبه للجانب الشخصي، وهذا الجانب هذا بغيتكم تركزوا فيه مزيان مزيان، انه بزاف الناس كيهضروا عليه ولكن غنعطيكم تجربتي انا. بالنسبه للجانب الشخصي فخاصنا نحاولوا نبنيو عادات جديده في حياتنا. بعض المرات كنسمعوا خاصنا نبنيو عادات جديده كنحسوا بها انها كبيره وشي حاجه اللي صعيبه، ولكن لا، خاصنا نبنيو عاده جديده ونتخلصوا من عاده سلبيه اللي كتضر بصحتنا، اولا كتضر بنفسيتنا، اولا كتضر بحياتنا اون جينيرال. بعض المرات كتكون حاجه كضرنا ولكن بقوه ما كنديروها كتولي عندنا كروتين. يعني نحاولوا نتخلصوا من الحاجه اللي خايبه. وملي كنقولوا كنكتسبوا عادات فالعاده معظم يعني عند معظم الناس فهي كتخاد على 21 يوم عاد كتكتسب. يعني ماشي كتكتسب في نهار، يعني 21 يوم اولا اسبوع اولا 90 يوم حتى سنه عاد كتكتسب العاده. هذه قاعده علميه، ومع المده كتحول لاسلوب حياه يعني طبيعي كتولي كروتين.
بالنسبة لي أنا كما قلت لكم العادة كتبقى على حسب العزيمة والإرادة وعلى حسب ممارسة السلوك، لأن كل عادة كتختلف على الأخرى. يعني كما كنقولوا مثلا واحد الإنسان مثلا بغى يتعلم شي لغة، على حسب الإرادة والعزيمة ديالو. إلا كان هو أصلا عنده واحد كما تنقولوا واحد لا فولونتي باش يتعلم ديك اللغة، فيقدر يشدها مثلا في 6 شهور يكون كيتقنها، أولا في 3 شهور، أولا في يعني شهرين إلا كان أكسيليري. وباغ كونطخ واحد الإنسان مثلا يقدر يشد على عام، على عامين، على 3 سنين، على حسب هو واش كيبراتيكي ديك اللغة ولا ما تيخدمش بها كاع. واش فهمتوا؟ يعني كتبقى العادة يعني بحكم أن تنقولوا قاعدة علمية أنك تكتسب على 21 أو على سنة أو على 90 يوم، فكتبقى على حسب العزيمة والإرادة ديالنا وكيفاش حنا بغينا نغيروا من نفسنا. حنا هنا كنديروا تحدي مع راسنا، اللي قدرنا عليه كنحقوه فمرحبا. ماشي بالضروري انك يعني تخدم وتعطي اكثر من جهدك، لا ندير داكشي اللي كتقدر عليه. يعني كما قلت لكم ماشي بالضروري انا نوصل للهدف 100% يعني في هاد 60 يوم، ولكن انا متاكده ان شاء الله هاد النتيجه هذه غتكون مبهره، لان مستحيل واحد الانسان 60 يوم واش شد واحد الحاجه كيخدم عليها كل نهار كل نهار كل نهار كل نهار، كيحاول يبنيها يقادها يغير في راسو واحد الحاجه وما تكونش النتيجه زوينه. فباذن الله وبهذه الطريقه هذه ما كنديروش الضغط على راسنا، ما كنديروش الضغط على الدماغ ديالنا، وكنركزوا اكثر على العاده اكثر ما كنركزوا على يعني على الوقت. نحاول ان اول عاده تكون سهله في التطبيق باش الدماغ ديالنا يولفها، يعني يولف الممارسه ديالها ويسجلها كروتين صحي. كما قلت لكم ان شاء الله الا تبعتوا هذه الطريقه هذه ان شاء الله غتوصلوا بزاف ديال الحاجات في حياتكم باذن الله. ان هذه الطريقه تبعتها انا كما قلت لكم في الاول كتجيك صعيبه وسيرتو كتكون ما مولفش بزاف ديال الحاجات، ولكن ملي كتشد واحد العاده وكتبقى تطبقها كل نهار فمستحيل ما تبانش لكم النتيجه. بالنسبه للجانب التعليمي فهنا كاين بزاف ديال الاشياء اللي ممكن نديروها. كنتعلموا شي لغه مثلا، نطوروا مهاره، نكتسبوا مهاره جديده. يعني كيبقى على حسب كل واحد والميول ديالو. انا بالنسبه لي مثلا كيعجبني الطبخ، فكنحاول نتعلم نطور من خلال داكشي اللي كنعرف، اولا نشوف فيديوهات كتار، ناخذ دي كورس اولا ندير فورماسيون في هذا المجال. وايضا مثلا انا كيعجبني اللغات، كنحاول نتعلم لغه. فهنا كاين يعني بزاف ديال المنصات اولا تطبيقات اللي ممكن تعلموا منها، بحال مثلا تطبيق ديولينغو، اولا من خلال منصه ادراك اللي ممكن مثلا تقراو فيها، واهم حاجه انكم كتاخذوا منها شهاده، فهمتي، وبالمجان. يعني كتقراو كورس اولا كتبعوا واحد مثلا واحد المده وكتاخذ فيها شهاده وبلا ما كتخلصوا حتى شي حاجه. وكما قلت لكم هنا ماشي بالضروره انكم تعلموا لغه ولا شي حاجه، كيبقى على حسب الميول ديالكم شنو تعجبكم. المجال مثلا الالكتروني، التقني، اللغات، كاين بزاف ديال الحوايج. وكذلك انا من عشاق لي بودكاست لانهم بصح كيوعيو وكيعطوك بزاف الحاجات، كتعلم منهم بزاف الاشياء. التنميه الذاتيه، الثقه في النفس، الصبر. كتعلم بزاف د الحاجات من دوك لي بودكاست. كما قلت لك بالنسبه ليا فالقنوات اللي كنتصنت ليهم رباب ال هنيدي، صراحه هادي لي بودكاست ديالها تيعجبوني بزاف انهم تيكونوا قصار وفي نفس الوقت فيهم بزاف ديال الافادات. كاين اذاعه 8 اللي كانت تحط فيها البودكاست ديال ياسر الحزيمي، كاين بزاف ماشي غير ياسر الحزيمي، يعني كاين بزاف ديال الفيديوهات وصراحه ممتعين. يعني واخا انهم تيكونوا بعض المرات كيفوتوا ساعه، ولكن والله العظيم الا ممتعين، كتاخذوا منهم بزاف الافادات ومستحيل تخرج من البودكاست وانت ما مغيرش فيك شي حاجه. كاين عاوتاني كما قلت لكم اذاعه مايكس اللي فيها افنان الغامدي، حتى هي لي بودكاست ديالها خطيرين بزاف، وكما قلت لكم كتخرج افادات كثيره. كاين دوبامي كافيين حتى هو تيعجبني بزاف، يعني كيشرح لكم الكتب بالنسبه للناس اللي تيبغيوش يقراو كتبه، فهو كيحاول يشرح لكم الكتاب، يعني كتكون فيه مثلا واحد 2 اجزاء اولا 3 اولا في غير جزء واحد، كيشرحوا لكم بالتفصيل وزوين بزاف. كاينين بزاف. انا نحاول نحط لكم هنا بعض القنوات اللي صراحه انا استفدت منهم. كاينه كذلك هند محمد، حتى هي كتعطي ديال التنميه الذاتيه، ولكن تقدروا تستافدوا منها حتى هي. المهم كاينين بزاف ديال الناس ممكن كتدخلوا غير اليوتيوب وكطابيو داكشي اللي بغيتو في راك شحال من لي بودكاست. وكاين كذلك مغاربه حتى هما تبارك الله كيعطيو بزاف د الحاجات زوينين، كيقدموا دي بودكاست كيوعيو الناس. كاينين بزاف د الحوايج كما قلت لكم، غير بحث غتلقى، بحث الحاجه زوينه غتلقى حاجه زوينه وغتكتسب منها حوايج بزاف زوينين اللي غينفعوك، سواء في صحتك سواء في ذاتك سواء في عقليتك سواء في بزاف الحاجات، فهمتوا. وهادشي اللي كاين. لي بودكاست خاص نهضروا بالعربيه بالانجلي على حسب اللغه اللي نتوما باغيين تعلموا ليها، فكيعاونوكم بزاف. اولا داك سوتيتراج مثلا، يعني كما قلت لكم هنا تيبقى على حسبكم نتوما، وانتوما عاوتاني كطوروا من راسكم. يعني مثلا تعطاتكم معلومه كتبحث عليها وكتطورها وكتزيد من القيمه ديالها. هادشي اللي كاين. فنتمنى الفيديو يعجبكم. الا كنتوا اول مره كتشوفوا لاشين فمرحبا بكم عندي، ولا كنتوا كتشوفوا هذا الفيديو يعجبكم خليوا لي لايك اولا كومونتير. تهلاو في راسكم، ان شاء الله الفيديو الجاي.